لحظة وداع رمضان. احنا داخلين على لحظة فارقة في حياتنا، وهي لحظة وداع رمضان. واللحظة دي كتير مننا بيشعر فيها بالحزن، لأننا عشنا رمضان واشتقنا للياليه ودلوقتي سايبنا وماشي. ساعات الإنسان ما بيدركش قيمة الشيء إلا لما يقترب من فقده أو لما يفقده بالفعل. كنا في الأول بنقول الشهر طويل والأيام لسه بدري، ودلوقتي طبعا الأيام جريت بسرعة، وده طبيعي إن احنا نتعلق بالأشياء الجميلة. لكن السؤال مش هل خلاص كده رمضان خلص، هل انتهى رمضان، ولكن السؤال الحقيقي ماذا ترك رمضان في قلوبنا؟ رمضان ساب ايه جوانا؟ رمضان غير ايه جوانا؟ ايه اللي اختلف فيكي في رمضان ده؟ خلينا متفقين، رمضان مش رحلة تغيير، رمضان بداية رحلة التغيير. يعني رمضان في حد ذاته مش هيغيرك، رمضان بداية لرحلة التغيير دي، لأنه ربنا يتقبل منا ومنكم كأنك بتبتدي صفحة جديدة. ربنا يا رب يتقبل منا ويعتقنا من النار، كأن احنا ابتدينا النهاردة حياة جديدة. يا ترى هتعملي ايه بعد رمضان؟ خلاص كده يا ليلة العيد أنستينا وهنشوف هنعمل ايه، ولا هاخد الطرف الخيط اللي انا كنت فيه في رمضان واكمل عليه؟ هكمل بالقلب اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى، بعبادات بسيطة جدا، بحاجة قليلة لكن أفضل عليها لرمضان الجاي، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. واجب النهاردة هتجيبي ورقة وتكتبي فيها إيه اللي اتغير فيا في رمضان السنة دي، إيه المشاعر اللي أنا حسيتها في رمضان السنة دي، إيه العبادات المختلفة، أو إيه تأثير العبادات عليا، ايه الحاجة اللي انا مش عايزة اسيبها في رمضان. رمضان يخلص بس انا عايزة الحاجة دي تفضل جوايا. اكتبي في الورقة دي وخلي الورقة دي معاكي، وكل شوية بصي عليها، لان رمضان زي ما اتفقنا مش شهر تغيير، رمضان شهر بداية التغيير. مطلوب من حضرتك التاني تختاري اصغر واسهل عبادة عليكي، وتقولي بينك وبين نفسك ان العبادة دي، تتعهدي بينك وبين نفسك ان العبادة دي هتفضلي عليها طول السنة لغاية رمضان القادم ان شاء الله. ويبقى بكده عملتي اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. انت كده بتعملي احب الاعمال الى الله.